تصوري معايا حنا في 31 ديسمبر 2025 وانتي جالسه كتكتبي في الجورنال ديالك على العام اللي داز. حققتي الاهداف ديالك، الوضعيه الماليه ديالك مزيانه، الصحه ديالك في احسن حال، ودايرين بيك الناس اللي كيحفزوك وباغيينك تكوني في احسن نسخه من راسك. دابا هادشي اللي قلت لك جاك بحال شي خرافه ولا شي حلم؟ ايوا لا، الحاجه اللي خاصك تعرفيها هي ان هادشي اللي قلت لك ماشي غير حلم، راه ممكن توصلي ليه. وانا متاكده الا درتي هاد الخطوات كاملين اللي غادي نعطيك اليوم غادي تبدلي حياتك 360 درجه الا درتيهم. قبل ما نبدا كنفكركم ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه، ما تنساوش تخليو لايك للفيديو الا عجبتكم، وتخليو لي كومونتير ديالكم الزوينين بحال ديما. انا عارفاكم ما كتبخلوش عليا بالحب ديالكم. يلا نبداو. الخطوه الاولى هي خاصك تطفي كاع داك الضجيج اللي داير بيك وتثقي في راسك. غادي نبداو بالحاجه اللي كتهاجم القدرات ديالك، اللي كتخنق النجاح ديالك، اللي هي الضجيج. فكري في الحياه ديالك، فكري في الحياة اليومية ديالك. كل ثانية من النهار ديالك دايرين بيك الآراء ديال الناس، لي زوبينيون ديال الناس من كل جهة. السوشيال ميديا كيحاول يقول لك كيفاش خاصك تكوني، الإعلانات، الإشعارات كتملي عليك شنو خاصك وشنو ناقصك وشنو خاصك تشري. صحاباتك، عائلتك، واخا تكون عندهم النية زوينة راه كيطلقوا عليك واحد الآراء ديالهم والتوقعات ديالهم منك. وسط هاد الضجيج كامل كتنساي شكون هو أهم صوت، اللي هو الصوت ديالك انتي. حتى أنا كنت هكا، كنجري من انستا اليوتيوب، كنقارن راسي بفلانه وصلات، فلانه زوينه عليا، كنقارن راسي بالناس اللي كتبان حياتهم بيرفكت. ولكن في بلاصه ما نحس بالالهام كنت كنحس بالشلل، بحال شنو ما درت عمرني ما كنوصل داك النيفو اللي انا باغا نوصل ليه. ولكن شنو تبدل؟ بديت كنخصص وقت لراسي كل نهار، وقت ما فيه لا تليفون لا ديستراكشنز لا تشويش، غير انا والافكار ديالي. بديت كنسول راسي في ماي جورنال 3 الاسئله غتكتبيهم معايا دابا في ورقه قدامك. السؤال الاول اللي غادا تكتبيه قدامك دابا وغادا تجاوبي عليه: شنو بغيت بصح من حياتي؟ شنو هي الحاجه اللي باغا توصلي ليها بصح في حياتك؟ شنو بغيتي حياتك يكون فيها بصح؟ السؤال الثاني: شنو الحاجه اللي كنديرها حيت كنبغي نديرها؟ والسؤال الثالث: شنو الحاجه اللي كندير غير باش ندير الخاطر للناس الاخرين؟ 3 الاسئله اللي خاصك تجاوبي عليهم. الاجوبه اوف كورس ما كانوش ساهلين ولكن واضحين. الاول مره كان عندي بعدا واحد الاتجاه في حياتي، واحد ديريكسيون في حياتي مورا ما جاوبت على هاد لي كيسيون هادو. علاش قلت لك خاصك تحيدي داك الضجيج من حياتك؟ حيت ما كتبقايش تابع الناس وداك الترندز اللي عندنا في انستغرام، في داك الشيء كامل اللي كتكونسوميه. كتولي انت تبني حياتك بالطريقه ديالك، ما كتبقايش تابعه الاراء لي زوبينيون ديال الناس الاخرين. دونك خاصك تكوني تايقه في الحلم ديالك وتجري موراه بلا ما تسوقي الهضره والاراء ديال الناس الاخرين والناس اللي دايرين بيك. لا، لوحي داكشي بعيد عليك. دونك التحدي ديالك غدا غادي تاخدي ساعه من الوقت ديالك، ولا اليوم غادي تاخدي ساعه من الوقت ديالك بلا تليفون بلا ديستراكشنز، انتي والورقه اللي قدامك او الجورنال ديالك، وتجاوبي لي على دوك لي كيسيون اللي عطيتك. غادي نضمن لك من دابا هاد العاده بوحدها لا درتيها غادي تحل لك واحد الباب ديال التركيز اللي ما كنتيش كتصوري انه ممكن او لا كاين في الحياه ديالك. الخطوه الثانيه ستيب نمبر 2 هي خاصك تحددي المسار ديالك. ملي الضجيج اللي هضرنا عليه غادي يسكت، غيجي الوقت فين خاصك تعرفي فين غاديه. وهنا فين الاغلبيه ديال الناس كيغلطوا، كيبغيو يديروا كل شيء في دقه واحده. كنعرف هذا الاحساس حيت انا كنت وحده من هاد الناس هادو. بغيت نحسن الوضعيه الماديه ديالي، تولي عنده فورمه مزيانه والفورمه اللي بغيت، نبدا مشروع، تولي عندي ريليشن شيبس زوينين مع الناس اللي دايرين بيا، ريليشن شيب زوينه مع ربي، كل شيء في دقه واحده. ولكن النتيجه شنو هي؟ كنلقى راسي والو، ما درت والو، ما حققت والو، حيت كنت مشيت حتى بزاف. دونك الحاجه اللي بدلت كانت واحد الفكره اللي سهله وبسيطه بزاف. خاصك تعرفي ان التركيز كيعطي القوه. فوكس كرييتس باور. ملي كتركزي على هدف اللي واضح كتولي عندك واحد القوه اللي ما غادي توقفها حتى شي حاجه. دونك شنو خاصك ديري؟ اختاري مجال واحد في حياتك اللي غادي تركزي عليه في 2025. واش غادي يكون سبور، المسار المهني ديالك، سيلف ديفلوبمنت، النمو الشخصي، كما كان هذا المجال. المهم خاصك تحطيه واضح قدامك. كتبي لي بالضبط كيفاش بغيتي تكوني في ديسمبر 2025، كتبي لي بالضبط داك الهدف وهو اللي غادا تركزي عليه. الخطوه الثالثه ستيب
نمبر 3 هي انه خاصك ما تبقيش تسناي داك الكمال او داك البرفكشن، غير بداي. دابا ملي عرفتي المسار ديالك وعرفتي الاهداف ديالك وداكشي اللي باغا توصلي ليه، جا الوقت باش هنا فين خاص ديري شي حاجه. دونك هنا في الاغلبيه ديال الناس كيفشلوا بزاف، ديال الناس كيتسناو ذا بيرفكت مومنت، اللحظه المثاليه باش يبداو. بزاف ديال التفكير، التخطيط، الفيجن بوردز، كيقنعوا راسهم باللي خاصهم واحد المعلومات بزاف باش يديروا الخطوه الاولى. مثلا شي وحده بغات تكون عندها فورمه مزيانه، بغات تنقص الوزن، بغات تزيد الوزن، المهم ما عرفتش شنو هو الهدف بالضبط، غير كنعطيكم مثال. غتجي عندك كتقول لك خاصني نمشي نشري الحوايج ديال لاصال، خاص يكونوا عندي حوايج زوينين، خاصني نشري قرعه زوينه ديال الماء، خاصني هادي خاصني هادي. دونك خاصها البيرفكت مومنت، خاصها اللحظه المثاليه اللي تكون هي لابسه فيها مزيان، تكون عندها القرعه الماء، تكون عندها لاصال زوينه. نو غير بداي. انا نعطيكم مثال اخر. شي واحد بغى يبدا مشروع، ولكن واخا عنده الفلوس كيقول لك وما عرف شنو خاصني ندير، خاصني ندير داكشي متقون من الدقه الاولى، من الاحسن يكون داكشي زوين من الدقه الاولى، ولا من الاحسن ما نبداش. دونك لا، هذا راه غلط. انا غنقول لك اليوم واحد الحاجه، عمرك ما غادي تحسي براسك واجده. الورك او الاكشن كيخلقوا واحد الوضوح، خاصك تعرفي هذه. دونك كل خطوه كديريها كتعلمك شي حاجه، حتى ولو كانت فشل، حتى ولو كانت شي حاجه اللي ما صدقاتش ليك، المهم هذيك الخطوه تعلمتي منها شي حاجه، المهم داك الخطوه عندها واحد النتيجه اللي زوينه. الخدمه كتوضح لك الامور، كل خطوه كديريها كتعلمك شي حاجه حتى ولو كانت فشل، هذه خاصك تعقلي عليها. دونك انت غتقولي لي ايوا شنو ندير اليوم؟ غادي ديري واحد ستيب اللي صغيره باش تحققي الحلم ديالك. الا كنتي باغا فورمه مثلا زوينه، تمشي يا اختي غير 10 دقائق، المهم الخطوه الاولى ديريها، ما تسنيش ليا بيرفكشن، ما تسنيش ليا المثاليه، لا، المهم ديري داك الخطوه. وانتي كديري داك الخطوه راه ما غيبقاش عندك داك الخوف من داك الهدف ديالك، ما غيبقاش عندك الخوف انك تجربي شي حوايج جداد، وهانتي غادا وكتقربي نهار على نهار للحلم ديالك. الخطوه الرابعه واللي هي اهم خطوه بالنسبه لي انا، اللي هي الاستمراريه والانضباط. والناس اللي اصلا دايرين ليا سبسكرايب للقناه راه عارفين باللي درت فيديو على قدها في هذا الموضوع هذا، داكشي علاش ما غاديش نطول عليكم فيه. الاكثريه ديال الناس كيظنوا ان النجاح كيجي مورا واحد القرارات اللي كبار، واحد لي ديسيجن اللي كبار، ولكن راه الحقيقه هي ان النجاح راه كيجي مورا واحد العادات اليوميه اللي كديريهم وكيكونوا صغار ومملين، اللي كتعاوديهم كل نهار حتى كتوصلي لداك النتيجه اللي انت باغا توصلي ليها، حتى كتوصلي لداك الحاجه اللي كبيره باغا توصلي ليها. غادي نعطيكم مثال. مثلا شي واحد باغي ينقص الوزن، راه ماشي غتبدل ليه الفورمه ديالو من السيمانه الاولى، لا، راه خاصو السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه والسيمانه الثالثه واحد الاستمراريه، واحد الانضباط، انه يفيق كل صباح وياكل الماكله اللي ما عجباش، الماكله اللي كيفرضها على راسو، خاصو كل نهار يبزز على راسو، يتمشى برا، يجري برا، خاصو كل نهار واخا يكون فيه النعاس فيه العكز ينوض يجر راسو من الناموسيه ويمشي يتريني. دونك هذه هي الاستمراريه، هذه هي الانضباط اللي مورا مثلا 6 شهور او 5 شهور غيوصل لذاك الريزولتس او لذاك الريزولطا اللي كان باغي يوصل ليه. دونك راه ماشي كلشي كيصدق من الدقه الاولى، خاصك الاستمراريه، خاصك الانضباط ضروري. دونك انت اللي كتسمعي ليا دابا خاصك تعقلي على واحد الحاجه، النجاح راه ما كيجيش من واحد الحاجه اللي درتيها مره واحده، ولكن كيجي من شي حاجه اللي كديريها مليون مره كل نهار حتى كيولي مستحيل انك تفشلي. هذه عقلي عليها مزيان. الخطوه الخامسه هي دوري راسك بالناس اللي مزيانين ليك. هذه هي الحقيقه اللي قليل كنردوا ليها البال. البيئه ديالك يا اما غادي تدفعك لقدام، يا اما غادي ترجعك للور، يا اما غادي توقفك بلاصتك. دونك انت خاصك تسولي راسك واحد الاسئله، شكون هما الناس اللي دايرين بك؟ صحاباتك، عائلتك، الناس اللي خدامه معاهم، الناس اللي كتقراي معاهم، راه هاد الناس كاملين عندهم واحد التاثير عليك،
واحد التاثير كبير عليك. نعطيك غير مثال، بعض المرات كتلقاي راسك مع شي ناس اللي دايرين بيك كيشكيو من الحياه، عندهم الاعذار، كيهضروا غير على المشاكل، راه هاد الطاقه اللي عندهم راه كدوز لك حتى نتيا. وهنا راني كنهضر على الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، ما كنهضرش على الطاقه والكون وداكشي الاخر، حيت شحال من وحده كتجي عندي في لي كومونتير كتقول لي هاد الشيء راه حرام. انا ما كنهضرش على داكشي الاخر وما كنامنش به، كنهضر على الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. الا دخل شي واحد عنده طاقه ايجابيه شي بلاصه وكيدخل فرحان، كيهضر معاك زوين وشحال من حاجه، راه حتى انت اوتوماتيكمون غتولي بحال هكاك. الا دخل شي واحد كيشكي عليك معبس وجهه، راه حتى انت غتولي بحالو. هادشي اللي كنهضر عليه انا. دونك الا كان شي واحد اللي عنده طاقه خايبه، حتى انت غادي تولي تشكي في راسك، غادي تولي تشكي في القدرات ديالك، غتولي حتى انت كتشكي من الدنيا، حتى انت عندك الاعذار. دونك دوري راسك بالناس مزيانين. غادا نتخيل معاك سيناريو اخر، انتي دابا دايره بالناس اللي عندهم طاقه زوينه، طاقه ايجابيه، عندهم طموح، حتى هما باغيين يوصلوا، مركزين على الحياه ديالهم، مركزين على الايجابيه. حتى انتي غتبداي تفكري بحالهم، حتى انتي غتولي تفكري كبير، غتولي عندك واحد الثقه في راسك، الثقه في راسك غتولي كتزيد، غتحشمي كاع تجلسي مع داك الناس وتبداي تنقري على الحياه ديالك، حيت هما تو سامبلومون غيقولوا هادي اش كدير، حيت هما ما كيفكروش بداك الطريقه. انا تفاجأت بهاد القضيه واحد السنين هادي، لقيت راسي كندوز وقت مع ناس اللي متشائمين، وهذا الشيء ما غاديش مع فين باغا نوصل انا، مع فين باغا نكون انا. ما كانوش الناس اللي خايبين، ولكن ما كانوش واحد الناس اللي كيكبروا، وهذا الشيء كان حابسني انا بلاصتي. كما راكم عارفين الانسان بالطبيعه ديالو نهار على نهار راه كيكبر كينضج. الا كانوا دايرين بيك ناس ما كيكبروش، ماشي مشكل انك تخليهم وتزيد القدام. دونك ماشي مشكل انك تخلي الناس وتزيد القدام، ما تضحيش براسك، ما خصكش تضحي براسك. دونك شنو درت انا في هاد السيتويشن هادي؟ بديت كنقلب على ناس اللي سابقيني، ناس اللي واصلين ناجحين، ناس ما غاداش يجروك اللور، بالعكس غادا يدفعوك تكون يحسن. دونك في الاول غادا تحسي براسك في شكل، غتحسي براسك بحال شي دخيله، غتبقاي تقولي وانا اش كندير هنا، ولكن راه مع الوقت حتى انت غتكبري، you will grow، الطريقه ديال التفكير ديالك غادا تبدل. دونك ماشي مشكل انك اوت جروي داك الناس اللي دايرين بيك، ما تضحيش براسك. دونك التحدي ديالك دابا شنو هو اولا غادا ديري ليا مراجعه الناس اللي كدوزي معاهم الوقت ديالك. ثانيا خاصك تعرفي واش كيعاونوك تزيدي لقدام ولا كيرجعوك اللور. ثالث حاجه نقصي من الوقت اللي كدوزيه مع الناس اللي حابسينك اللور، و دوزي وقت مع الناس اللي غيحفزوك، اللي غيزيدوا بك لقدام. بحالي انا دخلي عندي الشانل، يلا ديروا لي سبسكرايب الى عجبتكم الفيديو. بحالي انا غنزيد بك لقدام، غنحفزك، غادي نعطيك طاقه ايجابيه في كل فيديو غادا تسمعي ليها. يلا ديري لي واحد سبسكرايب. دونك البيئه الصحيحه تقدر تبدل لك حياتك، ما خاصكش تنساي هادي. خاصك تعرفي كيفاش تعزلي الناس اللي دايرين بيك، تعزليهم مزيان، حيت كيأثروا لك على حياتك، كيأثروا لك على القرارات ديالك بلا ما تحسي، بلا ما تعرفي. دونك قبل ما نسالي الفيديو غادي نراجعوا كلشي داكشي اللي قلت لكم في الفيديو كامله. اول ستيب هي خاصك تحيدي الضجيج اللي داير بك، سمعي الصوت الداخلي ديالك، خدمي على راسك وحيدي عليا داك الضجيج اللي داير بك، الديستراكشنز، اي حاجه اللي غادي تلفك على الاهداف ديالك. ثاني حاجه حددي المسار ديالك، اختاري هدف واحد واضح وباين ونوضي خدمي عليه. ثالث حاجه ما تسنيش تكوني بيرفكت مثاليه، غير بداي ديري الخطوه الاولى. رابع حاجه الاستمراريه وانضباط، كل نهار ديري شي حاجه صغيره اللي غادا توصلك للهدف ديالك، عادات صغيره كل نهار. خامس حاجه دوري بك الناس اللي مزيانين، good people around you، الناس اللي غيحفزوني، اللي غيزيدوا بيا لقدام، حيت عارفاهم كيأثروا عليا، كيأثروا على القرارات ديالي، كيأثروا على الحياه ديالي. دونك الا عندك شي جورنال عافاك، نوضي كتبي هاد الستبس كاملين قدامك، خدمي عليهم مزيان، طبقيهم ورجعي عندي وقولي لي فين وصلتي، كتبيها لي في لي كومونتير. ولكن خاصك تطبقيهم، ماشي تكتبيهم وتبقاي تفرجي فيهم. ديري هاد الشيء وشوفي حياتك كيفاش غادي تبدل 360 درجه. العام ديال النجاح كيتسناك، ما داش عام، مازال ما ساهله، حنا باقيين في شهر 2، باقي بامكانك ديري شحال من حاجه. السؤال هنا هو واش انت
مستعده ديري اللي عليك باش توصلي لداك لا فيرسيون ديالك اللي ناجحه، اللي واصله، اللي عندها كاع داك لي كاليتي اللي بغيتي تخدمي عليهم. دونك let's make this happen.